ايه وبعدين؟ ولا قبلين نمنا زعلانين. طيب بركي اصرت تعرف الحقيقه، شو رح تقول لها؟ ما بعرف، طول الليل عم فكر وما لقيت حل. انا برايي تقول لها الحقيقه افضل لك. اذا هالمره نفرت على خير، مين بيعرف بجوز المره الثانيه تتورط ورطه اكبر من هيك. طيب شو المانع تعرف؟ هي ابو صالح بيعرف. يا عمي ابو صالح شكل ومرتي شكل تاني. انا يوم اللي ترشحت لمنصب المدير العام غلطت وقلت له وترجيتها ما تخبر حدا. بعد ربع ساعه حكى معي الدكتور زياد بن حمص. لك ما خليت حدا ما خبرته. مليح، عندك مرة ستلايت ومو مشفره، لك بتجيب حمص. في مجموعة قرارات أعطيتك إياهم امبارح، نقلي لي أرقامهم بالتسلسل. 316 316 317 317 346 346 لحظة. ألو نعم. أهلين أستاذ. لا ما حدا سأل عنكم. خير أستاذ في شيء؟ طيب عفوا أستاذ، إذا حدا راجعكم شو قل له؟ طيب مثل ما بتأمر. مع السلامة. مين عم يحكي؟ المدير العام. شو بده؟ قال بده يتأخر شوي. شوي خلصني هلكتني ها. انا ولا انت اللي هلكتني؟ لحظة هيك يلا مشي الحال. يا امي ما عاد تعرفني. هاي العصفور عرفك. فرجيني. لحظة شواربك شوي. نعم. لا تلعب فيهم. مشي خلاص. يلا انا لازم امشي، تاخرت. ليش ما بدك تروح معي؟ لا عندي شغل اليوم بالتلفزيون. ان شاء الله بدي اروح لحالي. شو خايف؟ لا مو قصة خايف، بس مرعوب شوي انا. إيه خلص بس خلص شغلي بلحق دغري على المديرية. وعد ها؟ وعد. يلا شرف تفضل. يلا خاطرا. مع السلامة. اهلا يا هلا اهلا وسهلين هلا. ايه يلا بهجات عاوز شيء؟ يلا خاطرا. مع السلامة. موفق بهجات. تعال مسعود. امور معلم. خدي هذول على الذاتية وجيب حقهم فورا. حاضر معلم. ورجع بسرعة، في طلب ثاني بدك تاخذه. هذا اللي اخذه الطريق. روح هلا، الزبورات على النار لسه ما غليت. السلام عليكم. وعليكم السلام، امور يا اخي. ما يأمر عليك ظالم ان شاء الله. اهلا وسهلا. شلونكم شلون احوالكم؟ اهلا وسهلا. كاكاو ميلو زبورات. لا حقي انا ما بديش اشرب. لكن شو بدك؟ انا بدي اشتغل عنكم. ايه شوف باشا. صارت لشو؟ تطلع دايما ان شاء الله. تطلع على شو اللي عاملين الطابق الثاني، ثالث غرفة على ايدك اليمين. هنيك بتقدم طلب. اذا بدهم موظفين بيوظفوك، واذا ما بدهم ما بيوظفوك. انا ما بديش اشتغل فوق، بدي اشتغل هون عندكم هون. شو بدك تشتغل عندي؟ اللي بدك اياه، بغلي قهوه، بغلي شاي، بغلي غني انا اذا بده، انت بس اعمال امل انت. صحتين. بس انا ما لازم لي عمال، عندي عامل ومكفيني. لا خلص ابو ايش بلا زغرة انت؟ ابو قاسم. دبرها ابو قاسم، الله يخليك دبرها. عمي ايه يسار، قلت لك ما لازم لي عمال. اسمع تعلق، بشتغل ببلاش اذا بدك انا. ايش؟ بلاش؟ يعني مثل بلاش، بدك تقول يعني ورقه سوري كل يوم كاس شاي. لك انت شو قصتك؟ حدا بيشتغل بليره وحده وكاسه شاي؟ انا مقطوع من شجره، شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك، ما لي حدا، ما بديش اعيش حالي على حدا، ومشان ما اعيش حالي على حدا بدي اشتغل من على عجبيني. لك والله وجعت قلبي، تعال هلا. خذ هي 50 ليرة، وكل أول شهر بتيجي بتاخذ مثل حكايتهم، هيك لوجه الله، تفضل. ها لا انا مش ما اشحت منك، انا لو بدي اشحت كان صار معي بلاوي، انا هيك كان صار معي مصاري، انا بدي اكل انت من على عجبيني، انا بنوبك ثوابي، يلا شغلني احسن ما انحرفها. والله انا ذيق ما اشتغلش قام انحرف. هلا انت اهبل ولا جاي تكذب علي؟ خلص هلا انت شو بهمك؟ انت جربني وشوف شلون. اخي كيف بلاك عنا؟ يلا مع السلامة. من هون لهون. لا تعالج. من ما فيش امل يعني؟ لا تعالج، يلا الله معك. على
لك الحر اذا غيرت رايك. ها عنوان رفيقي وهذا التليفون، تلاقيني على هذا التليفون. بجوز تندم. مع السلامه. يلا هاي اللي اخذناه من عندك. مشان تعرف نحن ما بناخذ مال حرام. مع السلامه. تفضلي مدام. يسلموا ايديكي. الله يسلمك. عدي، قلت لك عدي. ما بيجوز. معلش يا عدي، بدي احكي معك كلمتين. تفضلي. قلت لك عدي. حاضر. هاتي لشوف. احكي لي. شو بدي احكي لك؟ احكي لي كل شي صار امبارح بالمطبخ. ما صار شيء. شلون ما صار شي؟ وفنجانين القهوة المكسورين على الأرض. مثل ما حكالك. بدي اسمع منك انتي. ما بعرف شو كان الاستاذ احمد عم يحركش بالمطبخ، ومين الضيوف اللي كانوا عنده بالمكتب. هو عم يحركش، هي فهمناها، بس انتي بشو كنتي عم تحركشي بنص الليل؟ انا كنت نايمه، سمعت صوت تكسير، حسبت الحرامي رجع، قمت استفقد. حرامي؟ أنو حرامي؟ احكي، ليش ما عم تردي؟ أنو حرامي؟ ما بعرف. ما بدك تحكي يعني. شيلي القهوة من وشي، ما عندي اشربها، شيليها. مرحبا، اعطيني غرفة المخرجين بقى. الاستاذ وحيد. مرحبا وحيد، كيف؟ اطفي لي هالمكانات مشان اسمعك. شعيرة مسوسة. لا انا من المكتب عم حاكيك، مريت على العيادة غيرت اوعية وجيت. انت المهم اترك كل شيء بين ايديك وتعال عندي. لا تأخر، عاوزك ضروري. طيب، عم انتظرك. مع السلامة. اهلين دكتور، سمعت خربشتك لجوا وقمت اوام لحقتك بالقهوه. يسلموا ايديك. ليش تاخرت اليوم؟ انشغل بالي عليك. بعدين بحكي لك وين كنت. طيب تفضل. لا، حط الصينية كلها. الصينيه كلها؟ بالشباب أهلين. خير، شو في؟ جايب لكم البريد سيدي. حطوا هنيك على الطاولة. عفوا استاذ، لمين كنتوا اخذين القهوه؟ انا باخذ لكم اياها. لا ما في شيء، انا كنت اخذها لابو صالح يحط لها شوية سكر لانه عاملها سادة وانا بحبها بلا سكر. انا باخذها استاذ. ايه طيب، يسلموا ايديك، اعطيني البريد. يعطيك العافية. اهلا، يعطيك العافية. نبتهنين بالشباب. شلون هي صاري؟ كنت اخذها لابو صالح يحط لها سكر لانه عاملها ساده وانا بحبها بلا سكر. مسكين طلال. هو هيك قال لك شو صاير لك يا ابو صالح؟ ليش؟ شو في؟ وليش اليوم الدكتور ما شرب القهوه؟ ليش عامل له اياها ساده؟ طول عمره بيشربها هيك، شو بو اليوم؟ شو صاير له؟ شو بيعرفني؟ لقيته حامل الصينيه هيك وجاي فيها لعندك. طمني، شو الاخبار؟ الاخبار ما بتصير يا معلم. شو بتقصد؟ بقصد انه خالد قدر يطبق قطعه بدل المكسوره وهلا عم بيطبق الموتور. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك، يعني الميكرو رح يشتغل؟ اذا القطعه زبطت يلي طبقها رح يشتغل. لكان اوام مثل ما فهمتك، بسرعه روح خليك جنبه. اوام على راسي معلم. اوام.
معك شيء؟ لا في شيء. يعني شفتك عم تاخذ قطعه من قطع الميتون. ولا شو بدي اخذ قطعه؟ ما بعرف. فرجيني لشوف. افتح ايدك تاني. ها؟ شو بدك تاخذ قطعه؟ لك الميكرو ما يتصلح مو هيك؟ شو مصلحتك؟ ورفض يشغلني مع اني كثير كنت دبلوماسي معه، بس اكيد رفض يشغلني لانه في عنده عامل تاني. فاذا لقينا شيء تصريفي لهذا العامل الثاني بصير صاحب البوفيه هو اللي بيركض وراي، مو انا بركض وراه. شلون يعني؟ نخطفه؟ شو نخطفه؟ شو مسلسل؟ فهم مني، احسن شيء بتسحب حالك وبتروح على المديريه، بتشوفوا هذا العامل وبتقول له بدنا اياك تخدم شيء اسبوع بعزا. عزا؟ مين مات؟ الوحيد لا تسلبها شباب. ايه طيب بركي عصلج معي. شو يعصلج؟ تكبسه دراهم مراهم. طب لنفرض انه غيبنا هذا العامل اسبوع عن البوفيه، شو رح يضمننا انه يبعت وراك انت مو واحد ثاني؟ نحن وحظنا ان زبطت ان ما زبطت بدنا نغير الخطه. تفضل استاذ، صحتين وهنا. يسلم هديات. لحظه، هي جديده عم تعطي. يسلموا. لين لا خلي لورا. لين سهلين. شكرا استاذ. لين الو، اهلا وسهلا. اهلين استاذ. ايه على عيني، تكرم عيونك. لا فورا بكونوا عندك على راسي. مع السلامه. يا مسعود والله عليكم. تعال خذ لي هدول للاستاذ زاهي وارجع بسرعه. حاضر يا معلم. على عيني. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو خير استاذ؟ رجعت بكلامك وبدك الباقي؟ لا اعوذ بالله، حلال عليك، بس عاوزك بشغله ثانيه. امور استاذ. معلمك قديش عم يعطيك باليوم؟ 50 ليرة. ليش عم تسأل؟ 50 ليره يعني 1500 ليره بالشهر؟ يعني هيك شيء. شو رايك اللي عم تاخذهم بالشهر عند معلمك اعطيك اياهم انا بجمعه واحده؟ شلون؟ اجانا خبر انه غريب امريكا توفى امبارح. بكره بدهم يجيبوه على سوريا. لا دايم الله يرحمه. تعيش تترحم. لا فمثل ما بتعرف نعمل له عزاء اسبوع. ضروري. تعرف بدنا واحد يغلي لنا قهوه مره مشان نضيف المعزيين. وتعرف لك ثواب يعني، وما راح نشغلها كثير، ساعتين قبل الظهر وساعتين بعد الظهر. وراح تدفعوا لي 1500 ليرة بالجمعة؟ اذا ما بكفوا بنعطيك 2000، شو رايك؟ موافق. وين بده يصير العزاء؟ عندي بالبيت، وهي العنوان، وهي 500 ليره سلفه. ايه، إنا لله وإنا إليه راجعون. الباقية بحياتك. بكرة من الساعة 8 بكون عندك. جيت لك ولا هلا شو صار فيك؟ تعال يا مسعود، خذ لي الطلب على الماليه وارجع بسرعه. معلم بدي اقول لك على شغله. هلا ودي الطلب ورجع، شو ما بدك قل لي. اسمعني بالاول بعدين باخذ لك الطلبات. نعم امور. بدي اخذ اجازه اسبوع. ولا شو الاجازه هلا؟ بدي اسافر على الضيعه. خبروني انه امي مريضه وبدي اروح شق عليها. الله يشفيها. بس ليش الاسبوع يعني؟ ليش الاسبوع؟ بعد الظهر روح شق على امك ورجع بكره بكير، واذا ما صار لك ترجع بكره غيب بكره معلش. ما بيمشي الحال. قالوا لي انه امي تعبانه وما بتطيب الا بعد اسبوع بالتمام والكمال. هيك؟ شو جاب مرضى امه هلا؟ لك اسبوع منين بدي اجيب واحد بداله يشتغل عندي اسبوع؟ يعني راح اسمع صوت المحرك عم يدور مثل ما وعدتني؟ قول ان شاء الله سيدي. ان شاء الله. لك عندي مكافأة محرزة، بس مالي شايف حدا عم يساعدك. سيدي كان في واحد بعته يشتغل على سيارة ثانية. طيب ما راح اطلق عن شغلك، يعطيك العافية يا ابني. الله يعافيك سيدي، مع السلامة. خدني على المقصد. الله معكم سيدي.
سيدي ببوس ايدك ارجوك تعفيني من هالشغله. اي معي ديسك بظهري ما خرج هالشغله منوب. اي ما شو نسيت انه انا دكتور وبعرف شو اعراض الديسك ولا الحكي لغيري. صدقني سيدي انه ظهري عم يوجعني، بترجاك مليون رجاء انه ترجعني على المديريه. ما حسرت. هلا جايبني لهون مشان انبسط ولا مشان امقت؟ أنا حكيت له لبابا الموضوع وهو قال لي وجهة نظره وأنا شرحت لك إياها، فلا شو الزعل؟ أنا مالي زعلان. لا زعلان. أنا بس محرج قدام رفيقي، يعني شو بدي أقول له؟ خاف أقول له إني حكيت لك مع عمي يروح على المسابقة ما ينقبل. خاف كمان أقول له إنه عمي ما بيقبل وصايت وفهمه إياها، يفتكر إنه أنا ببساطة ما بدي أخدمه يعني. طيب فهموا أنا الموقف؟ لا ما في داعي تفهمي الموقف، أنا بفهمه. يعني مالك زعلان؟ أبداً. طيب اضحك. ابتسم. ايه ها؟ لسه من الصبح قالب لي خلقتك؟ ايه مو حلو انت ومكشر، دوبت لي قلبي. سلامة قلبي. وبعدين مين بيمون عليه؟ مين بيمون عليه؟ هو ما في غيره يوقع لي اياها من المدير العام، ما في غيره. إذا حدا سأل عني أنا واصل مشوار وراجع. قدمتها انا بس يعني شو يعني؟ نص على نص. اخر بكره بنعدلها غني على ليلى. مرحبا يا استاذ طارق. اهلين استاذ ممدوح. يعطيك العافيه. اهلين. شو الصدفه له راسا طلعت بدي. شو خير شايفك هون عم دور على حدا؟ والله انا بدك الصراحه جاك لعندك مخصوص. يا ميت اهلين وسهلين. مرحبا. كيفكم يا شباب؟ هدول رفقاتك؟ ايه رفقاتي هون بالكليه. انتم بتدرسوا سوا ما هيك؟ ايه نفس السنه. ايه بتقعدوا مع بعضكم دائما ما؟ ايه استاذ ممدوح. ما شاء الله كان. يا ميت اهلين وسهلين. انا بدي احكي معك كلمتين على انفراد. ايه على عيني، لكان بنروح على البوفيه نشربنا كاسه شاي بنحكي هنيك. لا الله يخليك، ما بدنا البوفيه، اكيد بيكون في عشاء طلاب وما رح نقدر ناخذ راحتنا. وين ما بدك؟ تعال نلاقي لنا شي مكان منعزل. منعزل؟ نعم. تعالي. تعال. يلا عند ابنكم. طارق تعالي. سمعتي شو سمعت؟ شو بعرفني؟ قال له كلام منعزل. مكان. مكان؟ خير استاذ ممدوح، شو الموضوع؟ الله يجعلك بخير. طبعا خير استاذ طارق، انا قاصدك بخدمه، وخدمه رح تكون مكافأتها كثير محرزه. انا عندي قرايب عنده مشروع ومو ناقصه غير توقيع السيد الوالد، والسيد الوالد الله يعطيه العافيه صاير بالشركه ما عم يفضل يحك راسه، وانا ما عم يصير لي اني فوت احكي معه. لذلك قلت لحالي بجيب لك هالمعامله، انت هيك على رواق بالبيت بتقول له انه هي المعامله بتخصك وبتاخذ توقيعه من، وبعدين انا ما بخليه غير رضيان. ايه استاذ ممدوح، بس شو المشروع يعني؟ مشروع بيهم البلد كلها، مشروع اقتصادي هام وشوكه بعين الاستعمار، وهي القطاره. تفضل. حاول انا حاول، بس ما بوعدك بشيء يعني. بدي اياك توعدني، الله يرضى عليك، بدي اياك توعدني. تقدر ان شاء الله. بعدين هي رعبون الصداقه يلي حتربطنا، هاي سيفونير. يلا قوي لي قلبك، الله يرضى عليك. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. مع السلامه استاذ ممدوح. الله من هون دغري. ايوه سيفونير ومنعزل، شو القصه؟
جاي بقى شو الله اكبر خير خير شو وين امكم؟ ما بنعرف. ليلى ليلى نعم استاذ. قولي للمدام الغدا جاهز. قلت لها قال ما بدها تتغدى. طيب روحي مها قولي للماما انه ما راح نتغدى لتجي. حاضر. شو اخبار دراستك؟ كويسة بس في عندي بجوز احمل البيتون بجوز لسه تحمل اكياس شميلته على الدراسة. جلس. قال ما بدها تجي ما لها جوعانة. طيب كلوا انتو. بجوز على جوا. ليش ما بدك تغدي؟ عم يجعك شيء؟ ما رديت. ليش مقاطعة الأكل؟ كمان ما رديت. صايمة؟ ايه صايمة. رديت. احكي لي في شيء زعجك؟ يعني ما بتعرف. شو اللي بدي أعرفه؟ احكي لي بشو كنت عم تحركش بنص الليل بالمطبخ؟ يلا قيمي لي الأفكار من راسك. معقولة أنا حركش؟ ليش لا؟ مالك رجال؟ ليش الكذب ما بعرف. انت شو رايك؟ انا ما عم امزح. وانا ما بحكي جد. اكيد في سبب لوجودي بالمطبخ. خلص رح يجي يوم تعرفي فيه كل شيء. لا تضغطي علي اكثر من هيك. خلص اميره. شو اميره؟ ملكه. ذكريني ارفع دعوه يغيروا لك اسمك ايه؟ ملكه. شو رايك؟ لا ملك مثلا. لا صحيح هذا ما بيزبط اسم حماتي هذا. بس اسم مو على مسمى. يلا اضحك علي بالكلمتين الحلوين. خلص اضحكي بقى. خليه بان السن اضحكي. لك اضحكي. لك خلص. اضحكي. قومي ناكل يلا. يلا قومي. على بالك شوي. يلا. خليك شوي. ما قلت لك ما بدي اتغدى؟ مرحبا معلم. اهلا وسهلا استاذ اهلين. خير اتصلت فيني بالتليفون انا وحيد الوحيد. اهلا وسهلا اهلين استاذ ميتا. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلين. لا تاخذنا الله يخليك، انا اضطريت اتصل معك بالتليفون لانه ما عندي حدا يمر لعندك او وقت نشوفك. في مر لعندي واحد من اليوم قال بده يشتغل عندي واعطاني تليفونك. أيوة. وقتها ما كان لازم لي عمال فمشيته. نعم. وهلا العامل اللي عندي اخذ اجازه اسبوع بده يشوف امه. قلت بركي بهالكام يوم بيجي هذا اللي رفيقك اللي مر لعندي بيشتغل هون بداله، اذا عجبني ما راح اتركه بخليه على طول. فوين بقدر بلاقيه؟ هو ما له عنوان محدد بس انا بخبره، يعني هو بمر لعندي عاده المسويات بعد شي ساعه ساعتين. ما بتنسى الله يخليك. لا شو انسى، هذا ابو ياسر رجال طيب كثير وقلبه لله وما بيرضى حدا يتصدق عليه بقرش واحد.
يعني اطمن. لا اطمن مشان ما اربط على غيره. لا اوعى. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. ممنونك. شكرا لك. شكرا. اهلا وسهلا. يا استاذ وحيد. مع السلامه. خير. بابا عود بابا عود. ابوه لرفيقي رجال غني كتير وحابب يستثمر امواله ببلده وناوي يعمل مشروع يفيد هالبلد فيه ويقوي اقتصاد هالبلد. يعني وفي واحد تاني بابا مو رفيقه لأبي، مو أبوه لرفيقي، يعني ما بيقربوا، يعني كمان ناوي يعمل نفس المشروع. يعني مثل ما بتعرف حضرتك بابا بصير في مجال للمنافسة. يعني اللي بيسبق بيلبق، اللي بيسبق هو اللي بيستفيد. طبعا فمن شان الروتين ما يأخر المعاملة واختصارا للوقت، رفيقي أعطاني الإدبارة، ويعني إدبارة أبوه مو إدبارة قرايبه لرفيقي اللي بده يعمل مشروع تاني. هداك لا، هداك لحاله، نفس الإدبارة أعطاني إياها، ويعني مشان حضرتك توقعها إذا ما عندك مانع. أنا لأنه بالأول ما كنت بدي آخذها منه، قلت لحالي يعني مشان ما يقولوا علي متكبر وما بحب ساعد الآخرين. مو حضرتك بتحسنا حس دائما على فعل الخير؟ أنا حسيت أخذنا. هاي الأدوارة؟ ايه بابا، هي الادباره تبع مو قرايبه لرفيقي، هي تبع ابوه لرفيقي نفسه. كأنه الأدوارة مر علي قبل المرة. تذكرتها. هي أنا محولها للدائرة القانونية يشرحوا لنا عليها ويرجعوا لي إياها، بس لهلا ما رجعت. بابا هي الأستاذ ممدوح موقع عليها، بقيان بس توقيع حضرتك. بكفي، لا عم تحكي. تذكرت الأخبار، هي جاب لي اياها الاستاذ ممدوح، وقع له اياها لانه فيها بعض التجاوزات القانونيه وانا ما رضيت اوقعها. شوف يا طارق، اللي عم يقولوا لك انه هي الأخبار فيها مشروع استثماري لمصلحه البلد عم يكذبوا عليك. مع احترامي وتقديري لخطبك هي، عم فهمك انه هي فيها تجاوز للقانون وانا مستحيل اوقعها. بابا يعني مشاني بابا انا يعني. انت شو انت عندي؟ أنا بيأسفني فعلا إني خجلك مرتين، بس بحب أقول لك أنا مستحيل وقع هي المعاملة اللي فيها مخالفة للقانون. لك أنت ما بترضاها. برضاها. أنا من بكرة بنزل على الشغل، لو تعرف قديش فرحتني بهالخبر يا وحيد. اللي بشوفك فرحان هيك ما بيفكرك رح تشتغل عامل بوفيه، بفكرك مدير عام. أخي قطعت. مرة قطعت. يا راسي يا هي. المهم انت ادعي لي اني انجح بهالمهمه. اكيد احمد رح تنجح، بس بدك تكتب لي كل شهر ورد. لك انت مو هيك الهم غير مسلسل، مو كل واحد بيغني على ليله. صباح الخير. انتم وانا ما استناك هناك. يا صباح الخيرات، منيح اللي جيت على بكير. شو على بكير؟ انا هون قبل النداء. الاسم الكريم؟ انا بهجات. اهلين بهجات، لا مبين عليك شاطر. لك انا شلون بلا شطاره الشغل ما بيضبط، الشغل بلا شطاره جدول لا ماء فيه. حافظ هاي الغنية من الميكرو. اللي يا بهجات، انت اشتغلت عامل بوفيه قبل هلا؟ لك هون ما اشتغلت بالقهوه تبع كراجات ضيعتنا. وين ضيعتكم؟ ضيعتنا بعين الورد. عين الورد؟ ما سمعت بضيعه بهالاسم، وين هي؟ شلون ما سمعتش فيها؟ عين الورد. هاي كان اسمها عين البرد. بس لما سبوا فيها السياقات سموها عين الورد. جنب فم الفل كلهن نفس الريحه. المهم انت بطلت من عند معلمك ولا هو قلعك؟ بزعل منك. شلون يقلعني؟ انا بحب شغلي. شلون يقلعني؟ بس هو صاحب القهوه يعطاك عمره، يعيشوا حبايبك كلهم. من ورث القهوه اولاده. اولاده لما ورثوا القهوه شو صار؟ تقاتلوا عليها. لما تقاتلوا عليها وما بحبوا شغل القهاوي راحوا بايعينها. منو اكلها؟ انا صفيت انا لحالي مشرد وحزين وجيت لعندك مشان هيك. شو اشتغل انا؟ ماشي الحال. شوف يا بهجات، انا ما هي صولكاعه ما بدي. بعطيك طلب بتوديه وبترجع بسرعه، وحكي كثير مع الموظفين ما بدي. شو؟ مبينه ما هي صولكاعه ما بدكش.
وحكي لي مع الموظفين ما بدكش تبعتني طلب وما برجع دغري ركيب. شو ما شفت شو ما سمعت مالك علاقه بنوم. نقل حكي من غرفه لغرفه وخلق حساسيات مع الموظفين ما بدي. شو بشتغل اطرش واخرس واعمل لا بشوف ولا بطص ولا بسمعش. منيح هيك؟ بري عليك. بس في شغله ثانيه. انت امر العمل كله له. شوف يا بهجت. شوف سرقة سكر وشاي وقهوة ما بدي. الله يسامحك الله يسامحك يا معلمي. هلا انا كرشي وشي هالوش انا الله يسامحك. يعني بس عم افهمك. لعيونك وغيره. ولا يهمك كل نهار راح اعطيك اجره 50 ليره مثل ما بياخذ مسعود. منيح؟ اي كثر خيرك 50 ورقه شو بدي اسوي فيهم كلهن؟ بزيد معي كثير هيك. فرجيني همتك هلا. شوف هالمقشه والمكنسه ونظف البوفيه. يلا. عماي ما حسبنا حسابه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا ايه صباح الخير. لك حدا بيجي لعندك بس الساعة 11. لك شو احمد. صباح الخير استاذ. غيب حياتك. اهلين، شو هذا اللي معك؟ عدة شغل، ركوة وفناجين وهيك. ايوه تفوت تعمل لي فنجان قهوة حلوة. على راسي تحت. وين المطبخ؟ من هون هلا. بعدين لاحقين على العزاء وعلى القهوة مريت. اول. حاضر استاذ. يلا. طلال شو برجاك؟ الميزان صرت 100 مرة قايل لك اياه. يعني الفرع بالصيني؟ هذا طلع معي؟ اسمع خليني اقرا لك اياه. قال يا سيدي انت بتسحر الناس بجاذبيتك وحسن تصرفك بالاضافه لاخلاقك العاليه، حلو ما؟ شو يعني؟ ما بعرف. يا عيني يا عيني على العنب الزيني. عليه يا ابو صالح. وهي احلى فنجان قهوه لاحلى شب. يسلم. شو المدير العام تاخر ماله بالعاده؟ صحيح يا لطيف انا نسيت خبرك. بشو؟ امبارح رحت لعنده على البيت، اخذت له شويه اغراض كان موصيني عليهم. قال لي انه بده يغيب عن الشركه شي يومين ثلاثه. خير؟ مريض؟ لا اخته مريضه. الله يعافيها. امين. طيب والبريد والمراجعين شو اعمل فيه؟ هو الساعه 5 بعد الظهر جاي مشان يوقع البريد، وطلب مني اني بلغك تكون موجود. على كل هو اكيد راح يطلبك ويتصل فيك ويعطيك التعليمات اللازمه، وهي سكرها على البيعه. يسلم. الله يسلمك. 50 90 140 و30 بصير عندنا قريتها صحتين وهنا ان شاء الله. شكرا يا باجر. معلمي شو ما استفتحناش اليوم ليكون عطلين وعنا خبر نحن، ما حدا جاي. شو عطلي؟ الموظفين لسه ما داوموا. شلون ما داوموا؟ شو مو دوامين الساعة 8؟ يا سيدي بس هون عنا الموظفين بيداوموا على كيفهم. شلون على كيفي؟ لك شو دخلك ها؟ ما قلت لك ما بتحكي شيء ما بيخصك؟ صحيح شو مدير عام انا تحاسب ايده نسيت. لا بقى اترك عنك انا برد. الو يا اهلا يا صباح الخير استاذ سليم، يسعد صباحك. ايه تكرم عيونك. ايه على راسي. هلا على طول. مع السلامه. باجات. صب لي فنجان هون. يلا سادة. لا من هي من هون الاستاذ سليم هو اللي بيشرب. بعدين بتعلم معك. يلا
هاي قهوة. هذا الطلب للاستاذ سليم تاخذ له اياه هلا. بتعرف غرفته؟ هي اول غرفه بالكوريدور على ايدك اليمين. هناك على اليمين؟ على اليمين اول غرفه. على عيني واجي دغري. طبعا. ركض برجع. بسرعه يا بهجت بسرعه. صباح الخير استاذ سليم. صباح النور يا هلا. لو سمحت استاذ هالمعامله عندك؟ إيه عندي وصله بس يعني غبط لك شي شهر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل سيدي. تفضل. لشو الشهر استاذ سليم؟ عامل لك المستعجل مشي لي اياه. لك شو مستعجل ما شو وينه مسعود؟ مسعود مسكين اما مرضاني ما اشتغل يوم بدا ولا انا. بدا مرضاني؟ ايه سيدي الله يعافيه. يا استاذ سليم بدكم شيء؟ سلامة عمرك. يا استاذ سليم لو سمحت قلت لك مستعجل. لك شو مستعجل ما مستعجل؟ شو قصتكم انتم كلياتكم تجوا لهم مستعجلين؟ المثل بيقول بالتأني السلامة وبالعجل الندامة، شو صار لك؟ الله خلق الدنيا ب7 ايام. مزبوط حكيك يا استاذ سليم، بس انا موظف مثل حكايتك بالاداره العامه، اخذ يومين اجازه مشان خلص المعامله، الله يخليك مشي لي اياها. لك يا اخي لو بيطلع بايدي كنت مشيت لك يا بدون ما ترجاني، بس لسه معاملتك ندرسها ونشوفها مستوفيه الامور القانونيه، وبعدها بدها تشكيل لجنه، ولحتى اللجنه تجتمع وتقرر قانونيتها بدها تحول للجهه ذات العلاقه، وبعد ما الجهه ذات العلاقه تدرسها وتوقع عليها بدها تحول لعند المدير، وبعد ما المدير يوقعها بدها تتحول للمديريه العامه، وهنيك بدها تبرم وتدور وتلف وتبرم وتدور وتلف هيك لتصل لعند المدير العام، وانت وحظك بجوز يوقعها بيوم وبجوز يوقعها بشهر. شو ما تحكي انت استاذ؟ منو قال لك هالحكي؟ اخي من غير ما حدا يقول لي، هذا الشيء معروف. المدير العام دوبه استقبالات، وداعات، حفلات، ندوات، ما له فاضي لهيك شغله بنوم. اشكي الى الله بس فاضي لنقل الناس. لا الحكي مش مضبوط. لك انت شو عرفك انه صحيح ولا مو صحيح؟ يعني انا عم بكذب؟ لا مش ما تكذب، مش هيك قلنا نحن. انت روق شبك شراب فنجان القهوه وروق، بس انا لقيت لكم حل بيناسبكم انتم الجوز. هلا انت مشي له اياها من عندك، هو يصطفي يدور ويبرم ويدور ويبرم قد ما بدها، انت شو خسران؟ اخي ما بيصير، بدي ادرسها بالاول واعطيها رقم وابعتها بالبريد النظامي، وهذا الشيء كله نكايه فيك. هلا من غرفه لغرفه بدها بريد نظامي؟ استاذ سليم انا موظف مثل حكايتك وهالحركات بعرفها. حركات؟ لكن انا اسف، هي تعليمات المدير العام. يعني ما في فائده؟ لك اخي بعيوني بخدمك بس ما بقدر. السلام عليكم. تعرف انك غلطت انت؟ بشو بقى؟ هذا المواطن اللي طلع هلا من عندك رح يسوي لك مشكله وبذكرك. شلون بقى؟ بيقرب المدير العام، لكن هلا طلع من عندك لعند المدير العام، بده يحكي المدير العام، والمدير العام يتصل فيك، واذا طلع حكيك مش مضبوط ترى بده يسبب لك مشكله ويخرب بيتك المدير العام وبذكرك. لك انت شو عرفك ان كان قرايبه للمدير العام ولا مو قرايبه؟ ليش ما قريت شو مكتوب على جبينه؟ لا ما قريت شو مكتوب على جبينه. مكتوب قرايب المدير العام. بالله شو؟ تصطفي شو ما اكذب انا يعني؟ لك اخي مو عم تكذب، بس يعني انت غشيم، لو كان قرايبه للمدير العام ما كان اجى لهون، كانت شغلته انحلت على التليفون. هنياع شلون راحت عن بالي هاي؟ وينك؟ تعال شاعر لك تعال. نعم. هلا انت مو بدك معاملتك تمشي؟ طبعا. خلاص ترجع بعد ربع ساعة، وسطت لك اياها مع الاستاذ سليم تلاقيها خالصة. الله يجزيك الخير. واجبنا يا رجال، شو ما تحكي؟ شو ما تسوي؟ هي كراميتك. ليش هاي؟ ما معي غير 10 ليرات. الله يسامحك يا رجال، شو ما تسوي انت؟ هاي روح اشتري فيها ربطة خبز للولاد هن اولى. الله يكتر خيرك. هاي واجبنا. صحيح بدي اسالك، انت بعدك ما تغلي الشاي على السخانة؟ يلا يقطعوها 6 ساعات وشوي، شو بصير عليهن؟ لك وين كنت هلا؟ ساعة بدك تتوزي الطلب وترجع؟ معلمي انت اكبر قدر كنا ايه لا بقى تعيدها. ليش عم تضحك؟ شو هاي الشغله الواحد بايده ما يعيدهاش؟ بده يعيدها غصبا عنه. خذ كاستين الشاي وبلا تفتيح. لوين هذول؟ هدول لاخر غرفة على ايدك اليمين. على عيني.
استاذ انت طلبتوا الشاي؟ اي نعم. تفضل. الكاس الثاني وين حطها؟ حطها على الطاولة الثانية هذيك، هلا بيجي الأستاذ ماهر بيشربها، وصل لعند المدير دقيقة. على راسي انت والاستاذ ماهر. أهلين. اهلا وسهلا. عم شو هالعالم هي؟ اي بشير شو صار معك؟ بشير يا سيدي رفضوا الفكرة من أساسها. يا سيدي أنت عملت اللي عليك، بس هذا حرام. حرام يا ناس حرام. خير استاذ شو القصة؟ ومين حضرتك بالأول؟ انا عامل بوفيه جديد، جبت لك كاس شاي مشان تروق، ما اشتغل بدل مسعود لان اما مرضاني المسكينه. يسلموا ايديك. والله معك، يلا يلا. لا ولا طول بالك يا رجال، انت مبين عليك انسان محترم يعني هيك وادمي، ما بتحبش الحرام. ترى اذا هالمدير اللي هو ما انصفك، ليش ما بتروح لعند المدير العام؟ انا متاكد انك رح تاخذ حقك. المدير العام؟ لك انت شو عم تقول؟ انا مديرنا صار لي 3 ايام طالب مقابلته هلا لحتى قابلني. بدك ياني قابل المدير العام؟ اخي روح لشغلك الله يخليك، روح روح. رايح طول بالك، بس قبل ما اروح بحب اقول لك ان المدير العام ما يستناك الساعه 6، لا تاخرش. هالإنسان أكيد مجنون. قال مدير عام عجبك؟ إيه روح مثل ما قال لك، شو رح تخسر؟ يا استاذ معاملة صاحبك يعني فيها دربك كثير. بدها شغل يا استاذ سليم ولا يهمك. على راسي، هنشوف شو الله بيخلق معنا. يا مرحبا معامل. ادخل. السلام عليكم. اهلين وسهلين يا ميت، اهلين وسهلين. حليت تفضل تفضل حبيبي، تفضل ارتاح. اهلا وسهلا فيك. اهلين وسهلين، يا اهلا وسهلا فيك. شو صار بالمعامله؟ معاملتك خالصة من عندي، خالصة تمام. يا اخي ما تحكي انك بتقرب من المدير. انا مدير؟ لك مدير عام شركتنا. هلا اتصل في المدير وقال لي انه هي المعامله بتخص المدير العام، وامرني امر انه اسرع لك فيها. الله يجزيك الخير. اهلين وسهلين. ويخلي لنا المدير العام والوزير وكل المسؤولين. اوام بوشك على شو اسمه؟ على الدراسات. اوام حبيبي. خاطرك. استاذ لو سمحت. نعم. اذا بتأمر. نعم. اديني شوي. شو فاتتني هيك شغله؟ شوفي حبيبي، انت جبينك لازم على طول يضل مبين، على طول. اذا بدك معاملتك تمشي بسرعه وبتخلص بيومين، بتبين جبينك وبتقيم هالطاقيه كلها بلاها. نصيحه مني. شو دخل طاقيتي بمعاملتي؟ لك اخي مثل ما عم اقول لك، اوعى تحط الطاقيه بنوبها. جبينك كثير حلو كثير. السلام عليكم. الله معك. شكرا لك. معك ربع ليره لاعطيك ليره؟ ما في، مو مشكله الفرطه. لا اخي هذا حقك، واقف رجع لك 75 قرش. شرف. هي نص ليره وهي ربع. مسلم الله معك. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا استاذ خضر. يا هلا. الله يعطيك العافيه، تفضل. وهاي احلى فنجان قهوه. بس انا ما طلبت قهوه. ها ضيافي. ضيافه؟ من مين؟ من المدير العام. نيالك يا عمي شو هالعزة، اذا المدير العام نفسه ما يضيفك قهوه، شو عليه؟ يلا اشربها ان شاء الله صحتين وهنا. ليه استاذ خضري؟ دوحة يا ولد دوحة وجرها بمغري. ها معلمي؟ ايه يا معلمي، قديش بقي لنهاية الدوام؟ حوالي الساعة. ليش؟ يعني معلمي هيك بتقدر تخليني اروح هلا شي ساعة وبسامحك بأجرة النهار كلها؟ شو بهجان؟ بلشنا نفركها من أول يوم؟ لا معلمي، بس في شغلة ضرورية لازم أحلها. لوين بدك تروح؟ هيك في موضوع شاغل بالي، الله لا يشغل لك بال، يعني بدي أروح مشان أحله. ما بصير تروح بعد الدوام؟ حقي معلمي، هلا لازم أروح أنا. ماشي الحال. هلا بتلاقي الموظفين كلهم فركوا، ما بقى ولا موظف في الدائرة. روح الله معك. بس بكره بكرها. شو ابكر؟ بدي اجيك قبل الشحاده وبنتها انا بكره.
يعطيك العافيه. اهلين سياده المدير العام. طمني شلون الاخبار؟ بقيالي برغيين رح شدهم بكون ميتور جاهز للتجربه. يعطيك العافيه. الله معك سبيل. هوني مع السلامه.